السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شباب، ازيكم عاملين ايه؟ طبعا انا كده عملت لكم طريقة احسن وتسهل عليكم كتير في حل التقييم الاسبوعي. ده حل التقييم الاسبوعي السابع PDF في كل اسئلة التقييم الاسبوعي السابع. تقدر تشوف سؤال سؤال براحتك في PDF. همشي كده وهتشوف PDF فيه كل حاجة بالتفصيل. ولو عايز تخش تاخد PDF مباشرة، خش على اللينك اللي في الديسكريبشن اللي هو فيه جروب الواتس، اللي هو الرقم اللي اخره 29 ده. ده الرقم بتاع الاستفسارات، وفي اي سؤال بالنسبة لك عايز تسأل فيه تقدر تخش تسألني في اي وقت. تمام. ودي طبعا التواصل التيك توك والفيسبوك، وطبعا صفحة اليوتيوب. تقدر تخش تسألني في اي وقت في اي تفصيلة تحبها، في اي معلومة هقدر افيدك بيها بإذن الله. وكده يلا بينا نشوف كده السؤال سؤال. اول سؤال اهو، يقول لي صمم جدول تلخص فيه القضايا الفلسفيه. عملنا لك المقارنه كلها بالتفصيل، تقدر تثبت الفيديو وتشوف اللي انت عايزه. اهو بص الاربع قضايا عندك. بعد كده السؤال الثاني، اعطي مثال على من عندك على قضيه قيمه الحياه. بص كل التفاصيل عاملها لك، يعني ما تقلقش، مش سايب لك اي حاجه. تقدر تثبت الفيديو وتشوف كل حاجه بالتفصيل. عندك اهو السؤال رقم 4، اعطي مثال من عندك على طبيعة القانون في الاستقراء المعاصر. عندك الأداءات المنزلية، كل التفاصيل كاتب لك الإجابة مباشرة، هي ب ماهية الحياة الإنسانية. السؤال الثاني، نزع الوسائل الاصطناعية أو الموت الرحيم. بص كل الأسئلة جاوب لك عليها بالتفصيل. تقدر تثبت الشاشة وتشوف كل اللي أنت عايزه. الأداءات المنزلية، ومرقم لك الأسئلة بكل حاجة بحيث إن هو يسهل عليك. وهتلاقي برضو اللينك بتاع PDF ده هتلاقيه في الديسكريبشن على فكرة، بحيث ان انا برضو اريحك ان انت تقعد تشوف الفيديو كله. لا هيبقى الدنيا اسهل بالنسبة لك بكتير. انا هحلل التقييم كله، ما تقلقش، تقدر تشوفه وتراجعه مرة واثنين وثلاثة كده. ده كل التقييم. يا رب اكون سهلت عليك ويسرت عليك الموضوع، ولو في اي سؤال انا هقدر اساعدك باذن الله بكل اللي تحتاجه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.